رئيس الكاف طلع بقرار غريب جدا، بيقول لك انا ما كنتش اعرف ان جماهير الاهلي اصلا ما حضرتش المباراه. ايه ده ازاي دي؟ انا هقول لك التصريح ده جه ازاي وقالوا ازاي وكل حاجه، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وفعل زر الجرس ودوس يا عم لايك كده عشان الناس تشوف الفيديو كده وتتفاعل مع الدنيا. تفاعل مع الفيديو كده، قول لي تعليق، قول لي اي حاجه. نخش على طول في الفيديو بقى. موتسيبي، مين موتسيبي ده؟ اللي كان رئيس في سان داونز وبعد كده رئيس الاتحاد الافريقي، اللي كل قراراته غلط في غلط في غلط في غلط. بس من ساعه ما خلى افريقيا هتلعب كل 4 سنين بدل كل سنتين، بقى يغير مواعيدها عشان اللعيبه اللي بتلعب بره، ان الاتحاد الاوروبي مش عاجبه ان اللعيبه بيتاخد منها وان هم يجوا بطوله زي بطوله افريقيا. حكايات غريبه عجيبه مريبه ما حدش فاهم لها راس من رجل. منتهت باغرب قرار انا شفته في حياتي، قرار نقل البطوله من منتخب السنغال لمنتخب المغرب، اللي هو اصلا ما انسحبش في المباراه. هو طلع بس الحكم او تقرير الحكم ما حسبش ان في انسحاب، بس ما علينا. متسبي النهارده كان عامل ببساطه كده، كان عامل مؤتمر صحفي بيتكلم فيه احنا عندنا واحد جديد هيبقى امين الصندوق في الاتحاد الافريقي. ما علينا، اسمه غريب كده وطويل فسيبنا من اسمه. ما علينا، هم واحد هيتعين جديد، ده مهمته وشغلته الاولى ان احنا هنبدا نشغل الفار من دور المجموعات. هيبقى من السنه الجديده هيشغل الفار من دور المجموعات. طبعا كنا عارفين دور افريقيا من دور الثمانيه بيبدا ان انا استخدم الفار. دور المجموعات كلها مفيش فار، وده طبعا ظلم كتير قوي الانديه، وفي انديه طلعت السنه دي بسبب موضوع الفار. فمتسبي طلع قال لك يا جدعان الراجل ده مهمته الوحيده والاساسيه ان هو يشغل الفار في دور المجموعات، فاستنوا هيبقى من السنه الجديده هيبقى الفار هيشتغل في كل حته من بدايه دور المجموعات، مش من بدايه دور الثمانيه اللي احنا متعودين عليها. طب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، قال لك يا جدعان انا فوجئت وانا بتفرج على ماتش الاهلي والترجي ان الاهلي بيلعب من غير جمهور. ازاي ده؟ الاهلي عنده جمهور كبير جدا وعظيم ومن اكبر الانديه في الوطن العربي، عنده جمهور، عنده بالملايين. طب ازاي؟ فبدات اسال هو ليه الاهلي بيلعب من غير جمهور؟ قال لك دي عقوبه اترفضت عليه، دي عقوبه تم فرضها عليه بعد الاحداث اللي حصلت في ماتش الاهلي والجيش الملكي، والعقوبه بتاعته ان هو ما يحضرش الاهلي والترجي. طبعا كلنا سمعنا القرار الغريب ان ايه؟ ان الاتحاد التونسي ليه يد في ان جمهور الاهلي او يعطل الطعن اللي كان عامله الاهلي، الطعن اللي عمله الاهلي على الشكوى اللي بيها الحكم ان هو مفيش حضور جماهير، وان هم اجلوها لغايه بعد ماتش الاهلي والترجي وتمت في الزباله ماشيه 30 لازمه. خلاص الماتش اتعمل من غير جمهور وهو ده كان سببه. خلي بالك الماتش لو اتلعب بالجمهور كان النتيجه فرقت، وانا متاكد من ده مليون في الميه، كان النتيجه فرقت تماما عن اللي احنا فيه دلوقتي. طبعا مش تحت في القناه تكتب لي، ما تنساش شويه عن تحت تكتب لي، طبعا اكتب لي تحت في الكومنت هل شايف فعلا ان متسبي اتفوجئ بالقرار بتاع ان الاهلي ما عندوش جماهير في الماتش، ولا هو بيقول كده بس عشان ايه؟ يرضي الاهلي وجماهيره. اكتب لي تحت في الكومنت. سلام.